السلام عليكم، وادعكم لايك للفيديو واشتراككم في القناة تشجيعا لنا للمزيد من العطاء والتقدم. السيد وزير الاقتصاد والتخطيط، دعوتك اليوم للحديث في جملة من المسائل الاقتصادية وفي المخططات الاقتصادية والاجتماعية القادمة التي يتم إعدادها، ويجب أن يتم إعدادها بناء على طلبات الشعب التونسي. وزارة التخطيط والمالية في وقت من الأوقات والتصميم، كان الاسم هو التصميم في بداية الأعوام الستين. اليوم نحن مصممون أيضا على تحقيق إرادة الشعب التونسي في الحياة الكريمة. ومن بين أهم المبادئ التي يجب أن يقوم عليها الاقتصاد والتخطيط هو الاستجابة لمطالب الشعب التونسي في العدالة وفي الحرية وفي الكرامة الوطنية. لا تجعلوا المال دولة بين الأغنياء منكم. المال العام للشعب التونسي على أساس الشفافية وعلى أساس التوزيع العادل للثروة. وبطبيعة الحال وأنتم رجل اقتصاد ومالية تعلمون أن الدولة ليست اقتصادا ومالية فحسب، ولكن أي اختيار يجب أن يكون له بعد اجتماعي يتنزل في إطار مطالب الشعب التونسي، خاصة بعد أن تم إفراغ خزائن الدولة من قبل الذين يدعون اليوم أنهم يريدون الخلاص، والشعب التونسي هو الذي يريد الخلاص منهم. الذات البشرية السيد الوزير ليست مجرد رقم يوضع في جدول. الذات البشرية لها حقوق نص عليها الدستور، وهي من حقوق الإنسان الطبيعية، ولا يمكن أن يتم تحقيق هذه المطالب إلا في ظل التوزيع العادل للثروات، وفي ظل أيضا ملاحقة الفاسدين الذين أفسدوا كما يفسد الجراد الحصاد. في هذه المرحلة الاختيارات يجب أن تكون، ونحن بصدد إعداد مشروع قانون المالية على قاعدة ما ورد في الدستور من توزيع للثروة على أساس العدل الاجتماعي. ولا بد من الأخذ في الاعتبار هذه المسائل، لأن الأمر لا يتعلق بمصرف أو يتعلق بمجموعة من الأموال يتم صرفها بناء على قانون المالية دون أن يتم الأخذ في الاعتبار هذه القضايا الاقتصادية والاجتماعية. هناك جملة من القضايا للأسف لا تزال في أروقة المحاكم ولم يتم البت فيها منذ أكثر من 10 سنوات، وسيتم إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة بعد أن تم وضع المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي استرجاع على الأقل جزء من هذه الأموال، فضلا عن الأموال المنهوبة في الخارج. ويبدو أن هناك من يريد الصلح، إن كان سيجنح للسلم والصلح في إطار القانون نقبل بذلك في إطار القانون، وتعود أموال الشعب للشعب التونسي. ثم التخطيط، وتونس عرفت تجربة طويلة في مجال المخططات الاقتصادية والاجتماعية، كانت ثلاثية ثم كانت خماسية، ثم بعد ذلك غابت عن الأنظار المخططات الاقتصادية والاجتماعية. اليوم لابد أن نأخذ في وضع هذه المخططات القضايا الحقيقية للشعب التونسي. كما قلت، الذات البشرية ليست مجرد رقم في جدول، بل الذات البشرية لها حقوق ولها مطالب مشروعة، ومسؤوليتنا أمام الله وأمام
السيد وزير الاقتصاد والتخطيط، دعوتك اليوم للحديث في جملة من المسائل الاقتصادية وفي المخططات الاقتصادية والاجتماعية القادمة التي يتم إعدادها، ويجب أن يتم إعدادها بناء على طلبات الشعب التونسي. وزارة التخطيط والمالية في وقت من الأوقات والتصميم، كان الاسم هو التصميم في بداية الأعوام الستين. اليوم نحن مصممون أيضا على تحقيق إرادة الشعب التونسي في الحياة الكريمة. ومن بين أهم المبادئ التي يجب أن يقوم عليها الاقتصاد والتخطيط هو الاستجابة لمطالب الشعب التونسي في العدالة وفي الحرية وفي الكرامة الوطنية. لا تجعلوا المال دولة بين الأغنياء منكم. المال العام للشعب التونسي على أساس الشفافية وعلى أساس التوزيع العادل للثروة. وبطبيعة الحال وأنتم رجل اقتصاد ومالية تعلمون أن الدولة ليست اقتصادا ومالية فحسب، ولكن أي اختيار يجب أن يكون له بعد اجتماعي يتنزل في إطار مطالب الشعب التونسي، خاصة بعد أن تم إفراغ خزائن الدولة من قبل الذين يدعون اليوم أنهم يريدون الخلاص، والشعب التونسي هو الذي يريد الخلاص منهم. الذات البشرية السيد الوزير ليست مجرد رقم يوضع في جدول. الذات البشرية لها حقوق نص عليها الدستور، وهي من حقوق الإنسان الطبيعية، ولا يمكن أن يتم تحقيق هذه المطالب إلا في ظل التوزيع العادل للثروات، وفي ظل أيضا ملاحقة الفاسدين الذين أفسدوا كما يفسد الجراد الحصاد. في هذه المرحلة الاختيارات يجب أن تكون، ونحن بصدد إعداد مشروع قانون المالية على قاعدة ما ورد في الدستور من توزيع للثروة على أساس العدل الاجتماعي، ولا بد من الأخذ في الاعتبار هذه المسائل، لأن الأمر لا يتعلق بمصرف أو يتعلق بمجموعة من الأموال يتم صرفها بناء على قانون المالية دون أن يتم الأخذ في الاعتبار هذه القضايا الاقتصادية والاجتماعية. هناك جملة من القضايا للأسف لا تزال في أروقة المحاكم ولم يتم البت فيها منذ أكثر من 10 سنوات، وسيتم إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة بعد أن تم وضع المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي استرجاع على الأقل جزء من هذه الأموال، فضلا عن الأموال المنهوبة في الخارج. ويبدو أن هناك من يريد الصلح، إن كان سيجنح للسلم والصلح في إطار القانون نقبل بذلك في إطار القانون، وتعود أموال الشعب للشعب التونسي. ثم التخطيط، وتونس عرفت تجربة طويلة في مجال المخططات الاقتصادية والاجتماعية، كانت ثلاثية ثم كانت خماسية ثم بعد ذلك غابت عن الأنظار المخططات الاقتصادية والاجتماعية. اليوم لابد أن نأخذ في وضع هذه المخططات القضايا الحقيقية للشعب التونسي. كما قلت، الذات البشرية ليست مجرد رقم في جدول، بل الذات البشرية لها حقوق ولها مطالب مشروعة، ومسؤوليتنا أمام الله وأمام